تكرمت أرجو أن تخفض صوت التلفاز وتسمعني مباشرة عبر الهاتف. برفع آثار السودان تتعرض لسرقات متكررة، إلى ماذا تعزي ذلك؟ والله الأسباب كثيرة. يعني أول شيء هناك يعني ضعف القصور في حراسة بعض المواقع تحديدا، ما كلها. والهيئة القومية للآثار والمتاحف يعني بذلت مجهودات كبيرة جدا إنها تحمي المواقع المهمة بالذات والمعرضة للهجمات وحركات اللصوص. أيضا الآن ظهرت طبعا عملية التعدين العشوائي على الذهب، فده برضو الناس بيبقوا يتجهوا نحو المقابر الأثرية أكثر من الذهب، لأنه كما هو معروف يعني أو زي ما ضعاف النفوس مقتنعين إنه الآثار هي أغلى من الذهب. وفي الواقع إنه الآثار لا قيمة لها، يعني ما ممكن نديها قيمة مادية وجود في شكل بتاع قروش، لأنها هي أغلى من كده بكثير. فيعني الواحد بيأمل إنه تكثف الحراسات على المواقع الأثرية المهمة. يعني المجهودات اللي بتقوم بها الهيئة القومية للآثار وحدها ما كفاية، لأنه الآثار هي ملك لكل فرد سوداني، وكل فرد من أفراد المجتمع والسودان المفروض يعنى بحماية هذه الثروة القومية وهذا الإرث المادي الذي لن يتكرر. لأنه يعني زي ما احنا عارفين إنه إذا تهدم مبنى أثري لن نستطيع إنه نعيده لسابقه. طيب دكتور يا بروفيسور خضر، أرجو أن تبقى معي على خط الهاتف. سأطرح جزء من سؤالك على ضيفي داخل الاستوديو دكتور عبد الرحمن. دكتور، حديث البروف خضر عن ضرورة حماية هذه الآثار، ضرورة الاهتمام بها، فعلا هي لا تقدر بثمن. هذا يقودني إلى سؤال مهم: هل تعانون يعني إشكالات لوجستية تتعلق بتأمين وحراسة هذه الآثار؟ هل لديكم إشكالات في هذا الجانب؟ هل تبحثون عن معينات لوجستيك؟ هو بصفة عامة يعني نحن في الآثار لا نحمي كل آثار السودان، نحمي الآثار المعروفة لدينا، سواء كانت آثار شاخصة الآثار الصروحية. كيف المعروفة لديكم؟ كيف المعروفة لدينا؟ لأنه آثار السودان أيوة، لأنه كل آثار السودان غير معروفة. هنالك مشروع آثار السودان ما معروفة للآثار، هي العمل للآثار ما معروفة، لأن هنالك مشروع مستمر للكشف عن الآثار يسمى مشروع الخارطة الأثرية لعموم السودان، لأنه معظم الأعمال الأثرية في السابق تركزت على شريط النيل نسبة للمشاريع التنموية الكبرى وتجاوبت معها الحياة. طيب والمعروفة دي قادرين برضه تحموها وتسيطروا عليها؟ 90% من الآثار المعروفة لدينا هي محمية، سواء بشرطة السياحة والآثار الحياة البرية أو شرطة السياحة والتراث القومي، سواء بخفراء للمواقع الأثرية. بعض المشاكل اللي طرأت في الحماية والسرقات نحن كثفنا ونسقنا الجهود مع السلطات الشرطية والأمنية، وكان في استنفار يعني لتكثيف الحراسة في المواقع الأثرية والمتاحف، لأنه نفتكر أنه الهجمة زادت على الأثر. المعينات هي شحيحة حسب الدعم المقدم، لكن نحن ما واقفين وربعنا يدينا وقاعدين. نحن أيضا بنستقطب الدعم الأجنبي من البعثات التي تعمل في الكشف عن الآثار. هنالك أيضا يعني مشروع يعني قدمته الدولة اللي هو المشروع القطري، يعني قدم أكثر من 135 مليون دولار لحماية الآثار وتطويرها وحمايتها. البعثات الأثرية بتجيب أكثر من في الرينج من 600 ألف لمليون دولار سنويا لحماية هذه الآثار. البروف معنا على خط الهاتف. بروفيسور خضر، استمعت معي إلى إجابة الدكتور عبد الرحمن. ده نمشي لسؤال متعلق بمقطع الفيديو اللي عرضناه قبل شوية حول نهب مقبرة ملكية بصادنقة. باعتبارك أكاديمي
وفقا يا بروف لشكل المقبرة، الآثار الظاهرة فيها، التفاصيل اللي تحدث عنها الدكتور، ما شاهدناه على الفيديو، ماذا ترجح؟ هل فعلا هذا الفيديو مفبرك؟ هل تتفق مع هذا الرأي أم تعتقد وتجزم بصحته؟ والله أنا متأكد إن هذا الفيديو وهذه المقبرة ومحتوياتها ما شيء طبيعي بالنسبة لأحد الأثرين، لأنه الوضع بتاع كل القطع الأثرية الموجودة داخل هذه المقبرة، إذا سلمنا بأنها هي مقبرة، ما هي في الوضع بتاع الأصلي. عادة يعني ما بنلقى مثلا هذه التماثيل اللي بيسمى بالشوابتي أو التماثيل الجنائزية، ما بنلقاها مرصوصة بهذه الصورة. ثانيا الكمية كبيرة جدا من تماثيل الآلهة اللي هي ما في العادة ما بتكون بهذا الكم الهائل، وبتكون في المقابر عادة بالذات المقابر الفرعونية بتكون مخطوطة بعناية واضحة. هنا واضح انه في بعض الكتابات في هذا التابوت، واللي هو الواحد بيستغرب انه ما فتحوه ليه الناس رصوا هذه التماثيل الجنائزية او الشوابتي. العظام دي عادة اذا في عندنا توابيت ما بنلقى العظام خارج التابوت، يعني تكون داخل التابوت، وهنا العظام البشرية مبعثرة بتلم على انه هذا الدفن ما هو الدفن المعتاد. الكمية كبيرة جدا من التماثيل الأخرى المصنعة بمواد مختلفة أيضا موجودة وما مخطوطة بعناية زي ما مفترض عادة في المقابر الملوكية تكون مخطوطة بعناية. وعليه أنا بفتكر إنه هذا الكم الكبير عبارة عن مخزن لآثار متفرغة. السمة العامة بتاعتها هي آثار فرعونية، يعني لأن في كتابات هيروغليفية في سطح التابوت، في التماثيل الجنائزية ممكن تكون في السودان، لكن يا أبو رف صعب إنه نقراها من طريقة الفيديو دي. لكن السمات العامة إنه بروفيسور هل ممكن تكون في السودان يعني؟ والله أنا أشك في ذلك. يعني طبعا والله أعلم، احنا لا نجزم في علم الآثار، لكن السمات العامة بتاعت هذه القطع الأثرية هي مصرية أو فرعونية على الأرجح. تمام. بروفيسور خضر آدم عيسى أستاذ الآثار بجامعة الخرطوم، شكرا جزيلا لك. استمعت معنا إلى حديث البروف يا دكتور، تعليقك على ما ذكروا واتفق معك في جملة من المحاور. أنا بتفق مع بروفيسور خضر أنه يمكن أن يكون هذا ما تسمى مقبرة أنه تكون مخزن للآثار، هي أنا بفتكرها هي مفبركة، وهذا كلام صحيح جدا. يعني هو أكد بعض الحقائق التي أنا ذكرتها، ووضع كل القطع الأثرية دي ما موجودة بصورة صحيحة، وحتى تقنيا يعني في مشاكل تقنية مع هذا الفيديو. حتى لو سلمنا جدلا في 2010 التصوير ما متقدم جدا، ما ممكن يكون واحد لو صوره بكاميرا او موبايل ما يكون بأسود وأبيض. على أي حال يعني خضع لمعالجات فنية. أيوة خضع لمعالجات فنية. على أي حال ده يعني يقودنا إلى يعني مؤشر أنه نحن لابد أن نعضد الحراسة على مواقع آثارنا في كل أنحاء السودان. ده بيتطلب تكاثف الجهود الأمنية والشرطية ومنظمات المجتمع المدني، ورفع توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث الوطني، لأنه نحن مهما كرسنا من جهود للحفاظ على هذه الآثار والمواطن ما مقتنع أنه ده جزء من تراثه الوطني وبهمه، ما ممكن يقدر يحافظ عليه. دكتور عبد الرحمن مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف، حديثي معك سيتواصل ولكن عقب هذا الفاصل القصير.